أنا دائما أذكر عندنا واحد من علمائنا يسمونه الشيخ النائيني، من كبار علماء الأصول. هذا الرجل مع أنه عالم كبير كان يحضر إلى مجالس الحسين. كان هناك أكو خطيب مشهور بزمانه، هو تقريبا في القمة الهرمية الخطباء، مفوه وشاعر وأديب، بس لأنه مجتهد وعالم بالأصول يشوف هذا الخطيب أحيانا يعتمد على بعض الروايات الضعيفة السند اللي ما بها سند. طبعا الخطيب من ينزل عندنا ثقافة كلها تقول له أحسنت، هذا الرجل المجتهد ما يقول له أحسنت، يقول له هاي الرواية اللي ذكرتها شلون ذكرتها وهي ضعيفة السند. فذاك الخطيب يقول له مو ذا ضعيفة وقوية الناس ما تركي من هالقبيل. ليش الشيخ النائيني ما يقول له أحسنت؟ هو خسران يعني بفلوس؟ لا، معاش الآية ما يلفظ من قول. ما دام عالم يوم القيامة الله يقول له أنت ليش قلت له أحسنت؟ قل لي هسه اليوم احنا الخطباء كلهم نشتغل بنظام شنو؟ يهرج، يفشر، يسوي زين. يا اخوان والله عندنا بعض الناس احنا افسدنا. ليش؟ ما يستحق احسنت، ما عنده شيء وتقول له احسنت. لازم تكون عندك ذائقه. اليوم احنا مو بخلاء. مره خطيب عنده بحث اشجعه اقول له احسنت بارك الله بك، مره هو صعد على المنبر يجعجع وتقول له احسنت، راح يصور هاي الجعجعه شنو؟ فن بعد شكل، راح يتمادى. اذا هذا الخطيب منو اللي افسده؟ الله لا المجتمع. هالمجاملات الفارغه. اليوم شيابنا ما عنده، اول ما ينزل الخطيب قال له رحم الله والديك بكيتنا، انت بس همك تبكي، همك بس تبكي. ويا ريت هذا البكي بكي ملتزم، ويا ريت يعرف عليه من يبكي هو. تعال من تبكي؟ اذا على الحسين صاحب منظومه، ايش عندكم من منظومته؟ الحسين صاحب غيره، ايش عندنا من غيرته؟ اليوم عندنا بعض شيابنا يقول والله هذا الخطيب يحكي حكي، ادري خوش حكي، انت مستفاد من هذا الحكي؟ طبقته؟